ضع ما تريد على ألسنة المشاهير. لازم في النهاية لما أبص كده ورايا ألاقي صورتك محطوطة في مكتبي. ما ينفعش، ما ينفعش. مصر هتفضل حرة ومستقلة ونوكل كبيرنا محمد حسني مبارك. مش حسني مبارك اللي تعمل فيه كده. مفيش مشكلة يعني إن حد يولع فيهم. يعني هم ازاي بيقولوا لا ده احنا مش ماشيين بقى لما مين ده اللي يمشي؟ ماشي في ركابهم. امشوا من التحرير هتضيعوا البلد. لما يتعمل الناس دي كردون عليهم في التحرير ولا حد يطلع ولا حد يخرج، ما يخشهمش بطاقة ميه ولا ادويه ولا اكل ولا شرب لحد ما يقولوا لحد ما يرفعوا ايديهم والرايه ويمشوا. انت مع الرئيس مبارك اوكي خلاص ماشي، ده حقك. انت ضد مع الثوره، ده خير وبركه معانا، تبقى معانا. مش عايز تتكلم وخايف، خلاص خليك خايف وقاعد في بيتك. انما تطلع من بيتك وتستغل نجوميتك في تضليل الشعب المصري اللي قاعد على الشعب العربي كله مستنيه، لا ده حد ما بيفهمش، ما عندوش رؤيه، كذاب. نعمل استفتاء ونشوف. والله العظيم انا واثقه تماما ان هيطلع كل الاستفتاء، لو استفتاء نزيه هيطلع الرئيس 90%. عيب بقى، عيب ده لو الواحد لو زعلان من ابوه ويعني ما يعملش كده. ارفع ايدك حسني مبارك هو سيدك. يا بلدي ارفع ايدك حسني مبارك هو سيدك. مع استقرار البلد زي ما انت شايف الشعب ينادي ببقاء الرئيس مبارك. اللي موجودين في ميدان التحرير ناس ليها اجندات خاصه وناس ليها حسابات ثانيه خالص، دخلوا واستغلوا الموقف استغلال سيء جدا. الشعب المصري نزل، الشباب المصري نزل، ومصر بخير. مش هتقف على مجموعه من الفنانين او مجموعه من الرياضيين. قول لي الرياضيين كانوا فين؟ قلبي بيدمي دما على سياده الرئيس والموقف اللي هو موجود فيه حاليا، وبقول له حقك علينا يا ريس. مش ده رئيس جمهوريتنا اللي اتعامل فيه كده، وربنا ان شاء الله هينصره وهينصرنا باذن الله. بعضهم كان يمارس يعني يعيش في النظام السابق بطريقه او باخرى او يتعامل معه بطريقه، وده مش يعني ما كانش حاجه انتقاد، انه كان النظام السابق بيحكم فانت مضطر تتعامل مع الحكومه بطريقه او باخرى. لكن الحقيقه انه كان في مواقف فجه سواء من الناس اللي كانوا ضد الثوره وكانوا بيحاولوا يظهروا ان هم بيدافعوا عن مصالحهم، او الناس اللي ركبوا بقوا يبالغوا في الموضوع عشان يخفوا اي مشاكل تبقى عليهم. انا طلعت معاهم في اول مظاهره في اول يوم وتاني يوم، لكن اللي حصل بعد كده ان ابتدى في ناس حقيقي تبقى مدسوسه داخله في وسطهم. القبض يمشي. لما التلفزيون المصري النهارده يجيب لي مواطن بيقول ادوني 50 جنيه ووجبه اكل عشان امشي. الشباب اللي في التحرير دي ناس خلاص معميه، والتعنت خدهم لدرجه ان هم الغرور بقى، واحنا بنغير، واحنا لو سيبنا مكاننا هيحصل، واحنا الاقوى. لا هم مش اقوى ابدا. انا للاسف انا ما بسميش دي ثوره ابدا، لان الثوره اللي احنا شفناها سنه 52 ثوره ضباط احرار على حاكم فاسد. الولاد اللي قاعدين في ميدان التحرير اللي قاعد مع صاحبته، واللي قاعدين بيتغدوا بقى بالحله هو ومراته وعياله، وكل مجموعات كده متجمعه مع بعضها طبي هنا وزمر ورقص وبنات وشباب ومخدرات وعلاقات جنسية كاملة. المشكلة انه كانوا الولاد بيبقوا معانا في الميدان وامه تكلمه تقول له صحيح انت عامل علاقات غير مشروعة مع بنات، صحيح بتعملوا كذا، صحيح بتاخدوا كذا، صحيح بتاكلوا كذا. مش بقوم مع الفنانين اللي عملوا ده، بس ما يجبش ان انا انسى ده ابدا، لانه دول استخدموا من النظام في تشويه صورة الثورة وكذبوا، لانه ما حدش فيهم قال معلومة حقيقية. لا كان في كنتاكي ولا كان في حشيش ولا كان في، يعني كل ده كلام ادعاءات كاذبة ومن ناس للأسف بيدعوا الدين والتدين. طب يعني انتوا بتقيموا الصلاة وناسين الدين قال لكم ايه؟ ناسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا؟ هل اللافتات البذيئة قليلة الأدب اللي انتم معلقينها للرئيس محمد حسني مبارك هل دي فيها يوقر كبيرنا؟ الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. انسحبوا جميعا ودعوا الشرعية تعمل، فإن الخروج عليها حرام حرام حرام. قال سأصلح إصلاحات دستورية لم يعجبهم، وضع نائبا للرئيس فلم يعجبهم، لأن هناك أجندات خاصة، حسابات خاصة.
في إدارة الدولة البوليسية طوال ال10 سنين الأخرانيين من ال30 سنة بتوع حكم الرئيس المخلوع مبارك، كان إفساد هذه المؤسسات الإعلامية بيتم بالاعتماد على غير ذي الكفاءة، على الوجوه الجاذبة للمنطق السائد بمفهوم الإعلاء من قيمة الجنس وقيمة المخدرات وقيمة المال. 3 قبضني وقبضك، هشغلك هطعمك، مطلوب منك لستة أجندة، اشتغل واعملها. هتشتغل امتى؟ في انتخابات، سواء انتخابات أندية، سواء انتخابات الكليات، سواء انتخابات مجلس الشعب، سواء انتخابات الرئاسة. هتشتغل في صياغة رأي عام.